السلام عليكم. فيديو جديد معكم سناء مكزين سناء رباب. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله ضمن دروس كيك ديزاين غنحضر معكم ان شاء الله الطلبيه ديال الاسبوع. صراحه في الطلبيه ديال الاسبوع كانوا جاوني 3 ديال لي كاطو خدمتهم، فغنتقاسم معكم ان شاء الله في هذا اليوم هذا الطلبيه هذه اللي كان فيها يعني كيك ديزاين ديال التيم حوريه ديال البحر. غادي يكون كذلك غنحضر معكم معها واحد لي كوب كيك كيكونوا اسفنجيين وكيكون بواحد الوجه مسطح، ما كيجيوش يعني منفوخين. كنصلحوا اننا نزينو فوق منهم يعني بالكريمات، كيجيو يعني الوجه ديالهم مسطح. غنشاركوا معكم بواحد الطريقه اللي سهله وكيجيو رائعين. وكذلك نشارك معكم لي نمبر كيك غنحضروا ان شاء الله بالكريمه ديال الدبلومات، وغتشوفوا التزيين ديالو والمراحل ديال التزيين ديال هذا الكيك ديزاين ديال حوريه ديال البحر. كيجي راقي. كنتمنى ان شاء الله انكم تستافدوا من هذا الفيديو هذا. اي حاجه كنعرفها غنتقاسمها معكم. بالنسبه للمبتدئات والناس اللي عزيز عليهم هذا المجال هذا ديال الكيك ديزاين ديال لي كوموند، فكنتمنى منكم ان شاء الله التشجيع ديالكم، الدعم ديالكم. شكرا لكم كاملين، شكرا الناس اللي انضموا للقناه ديالي واللي كيثيقوا فيا واللي كيجربوا الوصفات ديالي وكتنجح معاهم. فان شاء الله في هذا الفيديو غادي تستافدوا بزاف، غنعطيكم بزاف ديال النصائح، داكشي اللي كنعرفو غنتقاسموا معكم. فدابا بقى لي نقول لكم تبارك الله عليكم، نخليكم مع بقيه الفيديو وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. فاول حاجه غنحضرها يعني كما غادي تشاهدوا، غادي نبدا بداك المجسمات اللي غادي نزوق بهم، اللي غنزين بهم التورته ديالي. فهاد التيم هذا ولا هاد الكيكه هذه غتكون مزينه بحوريه ديال البحر. فانا خديت صراحه هاد ليمون، يعني كناخذهم لي سيت، اي سيت عندكم مهم، ولا حتى الناس اللي كيبيعوا اللوازم ديال الكاطو راه كيكونوا كيبيعوا هاد ليمون. فانا خديت يعني هاد الديل هذا ديال الحوته، وخديت كذلك الالوان. بالنسبه للالوان فانا درت اللون الموف بارد، اللون الموف غالق، وكذلك اللون الغوز هما اللي استعملتهم، واللون الازرق فاتح هما اللي غنستعملهم كتزيين وديكور يكونوا فوق هذه التورته. فبالنسبه للعجينه ديال السكر وضعت فيها انا صراحه شويه ديال سي ام سي باش كنعجنها، يعني كنعجنوها بوحديتها، ومن بعد باش غنديروا هاد الديكورات هادو ولا هاد المجسمات فضروري صراحه درت انا شويه ديال سي ام سي في العجينه ديال السكر وخدمتها باش يبسوا هاد المجسمات كيبسوا لينا، ولا تحطوهم فوق الحلوه ما يتكسروش لكم ويكونوا شادين مزيان. فالدور ديال هاد السي ام سي، بودره ديال سي ام سي، انها كتنشف العجينه ديال السكر وكيجيو صراحه المجسمات ناشفين. فانا هاد العمليه هذه راه درتها نهار قبل هكا، حيدتهم عليا باش كيبقى لي يعني كنقسم الوقت ديالي باش يبقى لي عاوتاني الشغل ولا الحوايج اخرى. فضروري هاد المجسمات هادو دائما كديروهم ليله قبل ولا يومين قبل وكتخلوهم على جنب. في هذا الاثناء غادي نحضر معكم مادلين اللي مسطح اسفنجي كما كتشاهدوا. بالنسبه للمقادير انا غادي نقولهم لكم. فبالنسبه للمقادير انا في واحد الاناء راني وضعت 2 حبات ديال البيض، ووضعت كذلك واحد 5 المعالق كبارين ديال السكر سنيده تقريبا 60 غرام، معلقه كبيره ديال العسل 10 غرام، وغادي نحاول واحد الساشي ديال الفاني. غادي نحاول ان هذا الاناء كما شاهدتوا وضعته فوق واحد الكاسرونه. الكاسرونه كيكون فيها الماء، كيكون يعني درجه الحراره يعني متوسطه، كنشعلوا على البوطه وكنبداو كنخدموا. لاحظوا الاناء انا وضعته فوق داك الكاسرونه فيه الماء سخون، وكنبداو كنخدموا هذا البيض وهاد المكونات مزيان، يعني حتى كنحصلوا على واحد درجه الحراره. يعني حاجتنا حنا بهذا البيض هذا يعني اننا نطيبوه شي شويه غيد فماشي يطيب. فكنديروا هذه المرحله هذه فوق حمام مائي، كنخلطوا داك المكونات، وساعه ساعه كنقيس بيدي، خاصو غير يدفى وداك السنيده كذوب. يعني كان عندكم ميزان الحراره، فدرجه الحراره خاصها توصل ل 40 درجه. من بعد كنحيدو فوق داك الكاسرونه، وغادي نحاول انني نجيب الطراب الكهربائي وغادي نطربوه مزيان، ولا بالطراب ديال العجانه اللي بغيتو. غادي نطربوه مزيان حتى يضاعف الحجم ديالو بهذا الشكل هذا، وكيولي اللون ديالو بيض هكا. من بعد غادي نحبس يعني تطرب. في هذه المرحله هذه صافي يعني البيض راه طلع لينا ولا ابيض. فدابا غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق انا عندي يعني 7 المعالق كبارين ديال الدقيق عامرين بالغرام 80 غرام. غادي نحاول انني نغربلهم، ضروري كتغربلوا الدقيق. وغادي نبدا هكا كنخلط بحركه دائريه من الاسفل للاعلى، كنخلطوا هكا باش داك البيض ما كينزلش لينا. كتحاولوا انكم كتخلطوا. ومن بعد غادي نضيف واحد راس صغيره، معلقه صغيره، الراس ديال معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، يعني تقريبا واحد 2 غرام. وغادي نحاولوا اننا نخلطوا بحركه دائريه. من بعد راني انا كنت جبت واحد تقريبا 25 غرام
ديال الزبده، تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده مع 3 المعالق كبارين ديال الحليب. يعني ذوبت الزبده وضعت 3 المعالق كبارين ديال الحليب، وغادي نحاول انني نخلطهم، نوضعهم في داك الخليط، وغادي نبدا هكا نخلطهم بحركات دائريه حتى كتخلط لنا داك الزبده مع المكونات ومع الحليب. ومن بعد مباشره غادي نحاول انني نصبهم في هاد القوالب هادو. فانا بالنسبه لهاد التيم هذا كان عندي ديال حوريه ديال البحر، فخديت هاد القوالب هادو من الداخل، راني فرشت لهم، يعني درت لهم يعني القوالب الكرتونيه. هادو قوالب كرتونيه، ولكن من الداخل درت داك القوالب ديال المادلين. عاد كتصبوا الخليط. فبالنسبه للخليط ما كتصبوش يعني الفوق، يعني كتصبوا غير الثلثين، والثلث كتخليوه خاوي، راه مازال كيطلعوا كيتنفخوا، ولكن راهم كيبقاو مسطحين. بعد يعني صراحه ما كنكمل الكميه كامله، كنوضعهم في الفران. الفران خاصو يكون سخون من قبل على 170 درجه، كنشعلوا عليهم من التحت وكنخليوهم حتى كيطلعوا كيتنفخوا، ومن بعد كنشعلوا عليهم من الفوق. كياخذوا لينا 25 دقيقه، وهذا هو الشكل ديالهم. فغنخليهم على جنب. في هذا الاثناء غادي نحضر معكم الجينواز اللي غادي نخدموا بها نمبر كيك. انا في واحد الكاس ديال العجانه وضعت 4 ديال الحبات ديال البيض، وغادي نضيف لهم 120 غرام ديال السكر حبيبات. في الاول كنطربوا داك البيض بوحديتو مع معلقه صغيره ديال الفاني ولا سكر فانيلا حتى كيطلعوا كيترغوا، ومن بعد غادي نضيف السكر حبيبات اللي هي 120 غرام. كنبقاو كنضيفوا بشويه بشويه، والطراب كيكون كنخدموه ولا العجانه، يعني الفويه ديال العجانه كتبقى كطرب لينا مزيان حتى كنتحصلوا على هذا الخليط هذا. من بعد يعني كنتحصلوا على خليط متكاتف، فغادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق غادي نضيف 120 غرام ديال الدقيق ابيض، يعني كنغربلوه. ومن بعد تقدروا تضيفوا الا بغيتوا واحد نص معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، انا ما ضفتهاش. كتخلطوا داك الدقيق مزيان حتى كيتخلط مع الخليط بحركات دائريه غير بشويه باش ما ينزلش لكم البيض. ومن بعد كتجيبوا اللاطه ديال الفران، كتفرشوا لها ورق ديال الزبده. غنخلي لكم ان شاء الله القطر ديالها في صندوق الوصف، هاد اللاطه العبار ديالها. ومن بعد غادي نصب الخليط بهذا الشكل هذا ديال الجينواز، وغادي ندخلها للفران. الفران يكون مشعول من قبل على 180 درجه، كنشعل عليها من الفوق ومن التحت دفعه واحده، كتاخذ لينا 12 دقيقه. وهذا هو الشكل ديالها. من بعد ما دازت 12 دقيقه غنخليها تبرد، ومن بعد غادي نحيد هذاك القشره الفوقانيه اللي كتكون، غنحيدوها لها وغنخليها على جنب. يعني من بعد ما كتبرد لينا غادي نحاول انني نحيد لها داك الورق ديال الزبده، وغنخليها حتى نستعملها من بعد. فدابا غادي ننتقل معكم باش غادي نحضروا الكريم باتيسير. انا في واحد الكاسرونه راني كنت وضعت 3 ديال صفار البيض، وضعت 100 غرام ديال سنيده، و60 غرام ديال نشا الذره، وضفت كذلك 300 مليلتر ديال الحليب، وواحد الساشي ديال الفاني. غادي نحاولوا اننا نخلطوا كل شيء مزيان. المكونات كنشعلوا عليهم العافيه على الكاسرونه هذه المتوسطه مع التحريك المستمر حتى كتعقد لينا الكريمه. ومن بعد غادي نضيف 2 اوراق ديال الجيلاتين، كنكونوا يعني وضعناهم في الماء كيرطبوا شويه وكنعصروهم. ومن بعد كنضيفهم على هذا الكريم باتيسير. من بعد ما كتعقد لينا كما شاهدتوا راني ضفت داك 2 اوراق ديال الجيلاتين بعد ما عصرتهم مع معلقه كبيره ديال الزبده، وكنخلطوهم مزيان حتى كيذوبوا لينا. ومن بعد مباشره كنطفيو على البوطه. بعد ما كنضيفوا الجيلاتين والزبده حنا كنطفيو على البوطه وكنخلطو مزيان. ومن بعد كنوضعها في واحد الزلافه، غادي ندير لها السلوفان وغادي ندخلها للثلاجه نخليها كتبرد مزيان. من بعد ما كتبرد ليا مزيان فغنجيب دابا غادي نحاول انني نخدم هاد الكريم باتيسير من بعد ما كتبرد لكم مزيان. صراحه خدمتها خلطتها غير في الطراب هكا ديال العجانه. ومن بعد ما طربات ليا مزيان ما بقاوش فيها داك الحبيبات، انا مباشره راني عبرت الكريمه السائله راني وريتها لكم. هو نورمالمون الكريمه ديال الدبلوماد يعني كتطربوا الكريمه السائله بوحديتها، وكذلك كتخلطوا مزيان الكريمه ديال الباتيسير بوحديتها. فانا على حسب درك الوقت، وكان عندي يعني صراحه الخدمه بزاف في هاد السيمانه هذه، كان عندي 3 ديال الكاطويات يعني في يومين، فكان عندي صراحه الوقت ضيق. فداك الشيء علاش انا صراحه الكريمه يعني ما طربتهاش بوحديتها، طربتها مع كريم باتيسير. بالنسبه للكريمه السائله راني ضفت على كريم باتيسير 260 مليلتر ديال الكريمه السائله، طربتها مع داك الكريم باتيسير. من بعد كما قلت لكم ما طربت ليا الكريم باتيسير ما بقاش فيها الحبيبات، ضفت داك الكريمه السائله وخليتها كتخلط مزيان وكطرب لينا مع داك الكريم باتيسير حتى كنتحصلوا على واحد الكريمه كتكون ملساء. خليتها على جنب. في هذا الاثناء راني رجعت كما شاهدتوا لداك
الجينواز ديالي. من بعد يعني داك الطبقه كما قلت لكم راني حيدتها، راه كتحيد بسهوله. وكما شاهدتوا دابا جبت الرقم ديال 2، يعني داك الرقم 2 راني طبعته غير في لامبريمون خرجته وطراسيتو كما شاهدتوا داك الورقه على الجينواز وقطعت هكا بالموس وصافي. من بعد كنتحصلوا على رقم 2، فانا غادي ندير يعني منهم 2. كما شاهدتوا الجينواز راني قسمتها على نصفين، نصف درت فيه هذا الرقم 2 والنصف الاخر يعني غادي يكون نفس الرقم. بالنسبه للكاطو هذا يعني راه ماشي كبير بزاف، يعني تقريبا 8 ديال الناس، واخا كيبان لكم هكا صغير راه ياكلوه يعني 8 ديال الناس ياكلوه. ومن بعد كما كتشاهدوا جبت داك رقم 2 ووضعته يعني على داك الكارطون. وغادي نبدا دابا يعني انني نوضع الكريمه ديال الدبلومات. بالنسبه للكريمه الدبلومات راني درتها في واحد البوش، وكان عندي صراحه القمع كبير اللي كيخرج هاد الكريمه سامبل فما لقيتوش، فلقيت غير هاد الصغيور هذا. واخا ما كانش عندكم القمع كتجيبوا غير البوش وكتقطعوه هكا شويه وصافي، وكتبداو هكا كتبوشيو كتوضعوا يعني الكريمه بهذا الشكل هذا على الرقم 2 كامل، الوجه ديالها كامل. ومن بالنسبه كاضافه هكا وكمذاق فانا درت هاد زبده اللوتوس بيكيلوس، حاولت انني ذوبتها شويه في حمام مائي وضعتها في الوسط. ومن بعد كنجيب داك الطبقه ديال الجينواز رقم 2 الثانيه كنوضعها فوق داك الكريمه بهذا الشكل هذا. يعني راه ما سقيتو ما والو، بغيتو تسقيوه كتسقيوه بشويه ديال الحليب وصافي. من بعد غادي نجيب الكريمه ديال الدبلومات وغادي نحاول انني حتى هي نبوشيها بهذا الشكل هذا. ومن بعد غادي ندخلها للثلاجه، وما غندخلهاش للثلاجه يعني غادي دابا غادي نيشان نزينها معكم. فانا التزيين ما كنديروش دابا، يعني هاد العمليه هذه درتها في الليل، دخلتهم للثلاجه ولا غدا الصباح عاد بديت ديك الساعه كنزين وكنحط الديكورات اللي وضعتهم معكم. فغنوريكم دابا واحد الطريقه بالنسبه لادراج الالوان ديال عفوا الكريمه ديال الزبده. الا بغيتو تحصلوا يعني على التزيين ديال كريمه الزبده كيكون فيها داك الالوان، يعني ملي كتبوشيو وريضات هكا كيجيوكم داك الالوان يعني تدريج الالوان كيجي هكا اللون. ملي كديروا شي وريضه كيجي اللون هكا يعني ابيض زرق كيجي منسجم. فغنوريكم هاد الطريقه هذه اللي كنديرها انا صراحه. مهم الكريمه ديال الزبده راني فايته مشاركاها معكم شحال من مره، غادي نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالها في صندوق الوصف هكا بغيتو تحضروها. فكما شاهدتوا انا فوق هذا الورق ديال البلاستيك ديال السلوفان يعني وضعته هكا في الطاوله ديال العمل، يعني ضبلت الورق ديال عفوا بلاستيك السلوفان وضعت فيه كما شاهدتوا يعني الكريمه ديال الزبده، يعني وضعتها في اللون واحد الخط هكا درتو بوشيتو في اللون الموف، وكذلك بوشيت في اللون الازرق كريمه الزبده في اللون الازرق وكريمه الزبده في اللون الابيض، وكذلك درت واحد الخط كريمه الزبده في الموف. ومن بعد لفيت عليهم داك السلوفان كما شاهدتوا، يعني بديت كنلفو كنزيرت من الفوق ومن الاسفل قطعت بالمقص ومباشره يعني وضعت داك الكريمه الزبده اللي فيها الالوان هكا في داك ماشي البلاستيك في داك السلوفان، وضعتها في هذا البوش هذا وفي هذا وفي البوش، واختاريت هذا القمع هذا ديال الورده وصافي. كتبداو هكا كتبوشي كيعطيو صراحه واحد اللون كيكون هكا لون مخلط، كيجي لون غوز موف ولا زرق. مهم كديروا نتوما الالوان اللي بغيتو، انا غير وريتكم الطريقه كيفاش ديروا باش تحصلوا على هذا الديكور هذا ديال الكريمه الزبده كيكون فيها الوان يعني مختلفه. بالنسبه لي كوب كيك كما شاهدتوا راني زينتهم، فانا عمرتهم بالكريم باتيسير كانت كريمه دبلومات كانت بقات ليا شويه فعمرتهم بقى لي واحد شويه هي باش عمرت بهم صراحه داك لي كوب كيك وصافي زينتهم بهذا الزين هذا كما كتشاهدوا. ومن بعد جبت كذلك هاد النمبر كيك كذلك حتى هو زينته بالكريمه ديال الزبده بهذا الشكل هذا، صراحه كيجي راقي. المهم نتوما كتزينوا غير عشوائي وفي الاخير صراحه كيطلع واحد الديكور كيجي هائل. لاحظوا الشكل ديالو ها نتوما كيجي. فدابا كما غتشاهدوا صراحه هاد الكيكه هذه ولا هاد التورته راني غلفتها بكريمه ديال الزبده وكنت درت لها الكاناش ديال كيندر ان شاء الله غنتقاسموا معكم في الفيديو الجاي. كان عندي كذلك طلبيه غادي نوريكم الطريقه ديال التحضير ديال الكاناش ديال كيندر. فدابا كما غادي تشاهدوا غادي نحاول انني ندير داك مزيج ديال الالوان
فخديت صراحه واحد شويه ديال الكريمه ديال الزبده في اللون الابيض، في اللون الموف بارد واللون البلو، يعني درت غير نقيطات، وحاولت انني كنجيب داك الملاسه هكا ولا الاداه، وكنحاول انني كنسرح هكا. يعني كديروا هاد العمليه حتى يبرد الكاطو، يعني داك الزبده كتبرد عليه، عاد كديروا هاد العمليه هادي باش كيجيكم داك الالوان هكا. يعني الالوان يعني كيجيكم واحد المزيج ديال الالوان، يعني كيجي هاد الكريمه ديال الزبده ولا الوجه ديال هاد الحلوه، لاحظوا راه كيجي متناسق، يعني لون غوز بيض موف. مهم هذا هو التزيين صراحه اللي درت. كنت وريتكم يعني داك هاد المجسمات هادو اللي صاوبتهم بعجينه ديال السكر، راني يعني صبغتهم بالملمع الذهبي وصافي. من بعد غادي نحاول انني نوضعهم. بالنسبه للملمع الذهبي دابا نشاركوا معكم فيديو جاي، يعني الملمع اللي كنستعمل صراحه هائل، واحد الملمع، وراني كنخلطو غير بالزيت، يعني الزيت النباتيه، وكيعطيني اللون حسن من داك الماء اللي كنت كنخلط به. فالفيديو جاي غنوريكم ان شاء الله، نتقاسم معكم الملمع الذهبي اللي كنخدم به اللي هو بودر، وكنضيف عليه صراحه الزيت، وكيعطي واحد النتيجه هائله. ودابا كما غتشاهدوا غادي نبدا نلصق معكم هاد المجسمات هادو. كنبقاو كنلصقوهم يعني في الوجه ديال الكيكه غير عشوائيين، وفي الاخير يعني كتحصلوا على واحد يعني واحد الزين كيكون راقي. ما عندي صراحه واحد الزين يعني كنديرو، غير كنبقى كنحط هاد المجسمات، كنحاولوا اننا كنعمرو، وفي الاخير كتحصلوا على واحد لوحه فنيه صراحه هائله. انا صراحه كنرتاح لهاد الكيك ديزاين اللي كيكونوا هكا صغارين. كيعجبني الخدمه ديالهم، وكيعجبني صراحه اللي كيكون فيهم هاد النوع ديال الديكورات بهذا الشكل هذا. كنبدع فيهم وكيعجبني بزاف. من حسن الحظ صراحه كيجيوني لي غاتو بزاف صغارين، ما كيجيوش لي كبارين ديال الاعراس. فكيعجبني صراحه نبدع في هذا المجال. ولاحظوا في هذا المجال يعني، ولا في هذه الكيكات هكا الصغار. لاحظوا ملي كملنا لهاد الزين ديالها، ملي لصقت داك المجسمات، لاحظوا كي كيجي الشكل ديالها، يعني راه كتجي راقيه. غادي ندير نوضع لها شويه ديال العقيق هكا، وصافي كتكون عندنا التورته ديال اليوم. التيم حوريه ديال البحر كتكون واجده صراحه. راه العين كتشوفوها هكا اونفاس حسن من الكاميرا، فالكاميرا صراحه ما كتعطيش الحق ديالها في هذا، ما عطاتنيش الحق، ما عطاتش يعني الوصفه الحق ديالها. صراحه ملي كتشوفيها هكا اونفاس كتبان شي حاجه راقيه. ودابا غادي نكمل معكم التزيين ديال هاد النمبر كيك. حتى هو غنوضع له هاد المجسمات بهذا الشكل هذا، وكنديروا له العقيق، وصافي كيكون عندنا يعني الشكل ديالهم مكتمل. بالنسبه كذلك لهاد الزين هذا ولا هاد المجسم هذا، راني طبعته واحد الطباعه كنت خديتها يعني خديتها من واحد السيت، طبعته على العجينه ديال السكر، و هكا صبغتها بالملمع الذهبي، وكتوضعوها حتى هي كتجي صراحه راقيه عاطيه المنظر. فغادي نوضعها انا فوق واحد لي كوب كيك، وكذلك لي كوب كيك حتى هما غادي نزينهم بتزيين هكا ديال داك المجسمات الصغيورين، وغادي نوضع لهم شويه ديال العقيق، وصافي كيكون عندي يعني الكوموند ديال اليوم مكتمل. وكيف ما كتشاهدوا هذا هو الكوموند ديال اليوم، يعني اللي حضرته معكم، ولا الطلبيات ديال اليوم. بالنسبه للطورطه الشكل ديالها كيف كتجي هانتوما كتشاهدوا كتجي راقيه. انا كتبت الاسم ديالها، وكذلك راني لصقت نيميرو يعني 2. وبالنسبه لي كوب كيك راه كيجيو راقيين. نمبر كيك كيجي توب صراحه. الطلبيات ديال اليوم كنتمنى انكم تستافدوا منها، كنتمنى التشجيع ديالكم، الدعم ديالكم. اي سؤال اي استفسار خليو لي في التعاليق، انا نهار الاشاره ما يكون غير خاطركم. شكرا لكم بزاف، كنتمنى تكثروا لي لايك في هذا الفيديو. جزاكم الله كل خير. فدابا بقى لي انا نقول لكم تبارك الله عليكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي باذن الله. بسلامه.